اذا المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الحريشات هادو، غادي نحتاجو واحد نص كيلو ديال السميده رقيقه، واحد الفاني، واحد الخماره ديال 8 غرام، جوج كيسان ديال الحليب دافين بعبار ديال كاس العنبه، كاس ونص ديال الماء يكون حتى هو دافي، كاس مخلط ما بين الزيت والزبده دايبه. هنايا عندي معلقه ديال الخميره د الخبز كبيره، معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه. اذا نبداو على بركه الله. اذا غنحتاجو واحد البول كبير غادي نخلطوا فيه المقادير، وغادي نزيدو عليهم السميده وغادي نخليهم يخمروا ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا ما تخافوش من الخليط فاش كيكون جاري هكا، فاحنا غادي نخليوها ترتاح حتى كتشرب داك الحليب وداك الماء، وغندوزو نطيبوها ان شاء الله. فاذا غادي ندوزو نطيبو. كما كتشوفوا انا راه بديت الخليط ديالنا راه داير على هذا الشكل. غنحتاجو شويه السميده ناشفه، غنبقاو نهزو الخليط على هذا الشكل هكايا، نهزو القياس بين يدينا ونعطيو السميده مزيان باش ما تلصق ليناش على هذا الشكل، ونرميوها في المول وغنحضروا عليها على هذا الشكل. وغادي نكمل على هذه الطريقه، تنكمل الحريشات اللي عندي. اذا البنات الحريشات ديالنا راه طابون وراه كيجيو رائعين البنات. كما قلت لكم كيجيو خفاف، جربوهم لوليداتكم في الصباح ولا في كاسكروط ولا ضيافكم، كيتقدموا مع الزبده والعسل ولا الفرماج اللي بغيتو، فراه كيجيو خفاف رائعين. نتمنى تجربوهم نتوما، تقدروا ديروا فيهم فرماجه لوليداتكم هكايا الصباح ما تيبغيوش يفطروا. فهادي راه خفيفه، تصوروا كي كتجي هشيشه البنات غير جربوها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تبخلوش علينا بواحد لايك واشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله.